مفيش حد فينا مهما كانت شطارته ما بوظش كيك. ممكن حتى لو كنتي شاطرة جدا ومش بتبوظي الكيك ممكن تبوظيه، يعني سوء حظ، يعني مثلا الفرن طفى منك، اي حاجة ممكن تحصل تبوظ الكيكة بدون ما انتي تكوني يعني مش شاطرة او كده. يعني انا الكيك دي كانت كيك سبونج ماشي، وكانت في الفرن عادي جدا، والفرن طفى يعتبر 3/4 السوا. اصبح ان الكيكه استوت كلها، وجيت في الحته اللي في النص دي زي ما انتوا شايفين كده اتجمدت وباظت مني. وانا عشان اعمل تورته لازم تكون طبعا الكيكه سليمه، فكنسلت الكيكه خالص. وزي ما انتوا شايفين كيكه اصلا هشه جدا وتحفه، بس هي العيب اللي فيها زي ما شفتوا كده. هنعمل ايه بقى عشان نستفيد بالكيك ده وما نرموش؟ هجبت الكبه معايا، ودي كيكة كانت مقاس 18 عشان بس تتخيلوا معايا الكمية. كانت كيكة عالية مقاس اللي هي في حلة رقم 18. اخدت الكيك كده حطيته في الكبة حتى سليم، مش لازم تقطعيه ولا حاجة، كده كده هيتهرس. وحطيت عليه ربع كوباية حليب ومعلقتين بالظبط حليب مكثف. طيب بالنسبة للكيكة بتاعتي اصلا ما فيهاش اي دهون، يعني لا فيها زيت ولا فيها سمنة ولا فيها اي حاجة، فكان مناسب معايا ان انا لو حطيت الربع كوباية الحليب والمعلقتين الحليب المكثف هتتماسك معايا وتعمل لي عجينة. تمام. لكن لو انت عندك مثلا الكيك كان فيه دهون، حاولي تقللي الحاجات دي وتهرسيهم في الكبة. لو حسيتي ان هي محتاجة حطي تاني، ماشي. المهم ان احنا نوصل للنتيجة اللي انتوا شايفينها دي، تبقى عاملة زي العجينة. عارفة ملمس ايه العجوة بالظبط لما بتكون متماسكة؟ عارفين العجوة لما انت بتعجنيها كده بمعلقة سمنة وتبقى متماسكة ومش بتلزق في الايد؟ هي بالظبط نفس الملمس ده. طيب يا زينب، هنعمل ايه دلوقتي بعد ما عملنا العجينة بتاعت الكيك دي؟ في 100 ألف حاجة ممكن نعملها. أنا هنا كنت بادئة تخيلاتي ان انا هعملها سويس رول، وحضرت ورقة زبدة كده على صينية مستطيلة، وبدأت ان انا افرد الكمية بتاعة الكيك. بس للأسف الكمية خانتني، وحسيت ان هي لو انا فضلت افرد فيها جامد هيبقى السويس رول يعني طبقاته مش خفيفة جدا. فانا قلت لا، انا مش هعمل سويس رول لان ما كملتش الكميه كلها، ما كملتش معايا. فجبت بقى القطاعات دي، اخترت منها مقاس وسط كده، وبدات ان انا احود تفكيري خالص واعمل حاجه تانية خالص. هنا قطعت بالقطاعات كده كاني بقطع بسكوت. شايفين المنظر؟ اولا ما بتلزقش في الايد، ثانيا متماسكه جدا، كل حاجه بصراحه كانت مظبوطه جدا. هنا بدات اقطعها، طبعا هي طريه في نفس الوقت بتتلمس بالايد عادي جدا. القطعه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، وورقه الزبده تحتها لو حسيتي ان انت مش عارفه تطلعي القطعه بترفعيها كده بورقه الزبده، سهله جدا. اعمل بقى كل الكميه. تمام. وانا هنا شغاله عملت الكميه دي، لقيت بنتي جايه تقول لي مامي اعملي لنا كيك بوبس، فقلت لها طيب حاضر. فبدات اعمل كام واحده كده، رغم ان انا ما كنتش برضو مخططه ان انا اعمل كيك بوبس خالص. عملت كام واحده كده في الطبق برضو بالعجينه الباقيه. طبعا العجينه ما شاء الله عملت حبه حلوين جدا بالاشكال اللي هي بالقطاعات، وشويه صغيرين من الكيك بوبس. هنا بدات بقى ان انا اجيب شوكولاته خام من غير اضافه اي حاجه، ما ضفتلهاش اي حاجه خالص. وسيحتها في الميكرويف لمدة دقيقة مع التقليب. طبعا كل شوية بقلبها 30 ثانية واقلبها لحد ما ساحت خالص. وبدأت ان انا اخد القطع اللي هي عملتها بالقطعات وانزلها كده واطلعها بشوكة، واحاول اصفي الشوكولاتة الزايدة واطلعها على ورقة زبدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عايزة اقول لكم الموضوع سهل جدا جدا جدا. تمام. وبطلعها بالشكل دوت، بفضل اخلص كل الكمية. هنا معايا الشوكولاتة برضو البيضة، حطيت كام واحدة بالشوكولاتة البيضة. الموضوع سهل جدا، يعني العجينة بتاعت الكيك طالما مظبوط. المهم هنا بدأت برضو اعمل الكيك بوبس بنفس الطريقة. وممكن بقى نعكس بقى الشوكولاتة البيضة نحط عليها شوكولاتة دارك، والشوكولاتة الدارك ممكن نحط عليها شوكولاتة بيضة. يعني عملت الميكس ده بحيث ان احنا نخلي الشكل كده حلو. ده شكلها لما خلصتها، ودي الكمية اللي اتعملت ما شاء الله. مش قادره اوصف لكم. اصلا الكيك بوبس دي ممكن تحطوها في ستيكس كده وتعملوها لاي عيد ميلاد، يعني انت ممكن تبوظي الكيك مخصوص عشان تعملي الحاجات الحلوه دي. طبعا الشكل فظيع، والطعم بقى روعه جدا بجد. يعني دوقي كده هتلاقي من جوه طراوه، ومن بره الطبقه بتاعت الشوكليت ناشفه. فحاجه كده طعمها خيال بجد، يعني هتعجبكم جدا لو جربتوها.
طبعا اتمنى ان انتوا ما تبوظوش كيك يعني ولا حاجه، بس يعني اذا الكيك باظ منك بجد ما ترموهوش، هتستفادي منه جدا. وحتى لو كيك فانيليا ممكن نعمله بنفس الطريقه بالظبط، مفيش اي مشكله. في نهاية الفيديو كل مرة بقول لكم، لو أول مرة تشوفيني على الفيسبوك اعملي لايك للبيج، ولو أول مرة تشوفيني على اليوتيوب اعملي سبسكرايب للقناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.